السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أنا سارة، وهنبدأ الأول ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل لكم طبق ورق العنب الحلو ده. للأسف ما قدرتش أصور أكتر من ده، كان التاكل كله. سهلة وبسيطة، وهقولك المقادير وطريقة التحضير، ولو انتي أول مرة تجربيه هتبدعي فيه وهتعمليه تحفة. وبجد كل ضيوفك هينبهروا بالطريقة الجميلة اللي انت عاملاها بيها، وهقولك على شوية تريكات هتخلي محشي ورق العنب معاكي يجنن. وكل اللي هيدوقه هيسألك عاملاه ازاي. خليكي معايا كده، المقادير سهلة وبسيطة. خلينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا ايه. خليني اوريكم كده بقى. ده ورق العنب اهو اللي احنا كنا مفرزينه قبل كده. انا بحب الصراحه اللي انا افرزن معاه كمان ليمون، لان انا بستخدم الليمون. بصوا، انا طلعته طبعا من الفريزر، سبته يفك. الطريقه اللي قلتلكوا عليها، اللي لما نبرمه كده في الكيس بلاستيك ما يتكسرش الاطراف بتاعته وتطلع كلها حلوه اهي. اهو زي ما انا كنت حطاه. هبقى اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي انا كنت مفرزنه لكم فيه ورق العنب. وخلينا نشوف كده ورق العنب هنحشيه ازاي، وهنعمل له الخلطه بتاعته ازاي. ولما يستوي هيبقى لونه زي اللي احنا بنشتريه اكنه طازه، ولا بيبقى فيه فرق ما بين المفرزن وما بين الطازه. خليني معاكم. بصوا اهو مفرزن اهو. انا سبته بس يفك شويه، لكن ده كان مفرزن. بصوا لسه يعني يعتبر مفكش كله. انا هغسله بميه وملح، ومحطوط عليهم خل زي ما هو كده بالربطه بتاعته، عشان اعرف ما تفكيش الربطه عشان تعرفي تسلقيه. وهوريكي بياخد قد ايه في الميه. دلوقتي هحط الميه على النار عشان تبدا تغلي، وهوريكي. خليكي معايا. دلوقتي الميه بعد ما غليت اهي، هنزلها كده واحده بواحده. اسفه طبعا على البخار. بالظبط مسافه دقيقه. خلي بالك ما تزوديش عن دقيقه، انت هتلاقي لونها غير كده. بس ما تزوديش عن دقيقه عشان الورق ما يتهريش منك ويبقى طري. واللي بعدها بصي اهو. دقيقه او اقل كمان من دقيقه يعني. ما تبقيش قلقانه لما تقللي لها السلق بتاعها احسن بكتير، ومش هيحصل فيها حاجه. لكن لو زودتي السلق هتتهري منك. خليكي معايا بقى واحنا بنحضر الخلطه. بصوا انا كده غسلتها اهي بميه وملح و ميه وملح وخل. وخليتها نظيفه كده. وغليت دلوقتي الميه اول ما بتغلي بتحطي بس فيها يعني حوالي معلقه ملح على اللتر ميه، وهتبداي تسلقيها كويس. بصي كده انا حطيت شويه من زيت الزيتون في الحله، ومجهزه الخلطه بتاعتنا. هي بس الحله دي نفس الحله اللي احنا استخدمناها، ما غيرتهاش عشان ننجز برضو في الوقت، لان المحشي ايه من الحاجات اللي بتطول جدا زي ما انتوا عارفين في الوقت. فاحط زيت الزيتون. والخلطه بقى اللي انا محضراها عباره عن قرنين كبار من الفلفل الاخضر الحراق او البارد زي ما تحبي، وقرن واحد من الاحمر، وراس توم كبيره كده. لو انتي من الناس اللي بتفضلي تعمليه بالبصل فده براحتك برضو، اعمليه بالبصل، استبدلي البصل بالثوم. بس انا النهارده هعمله بالبصل لان احنا بنحبه جدا بالبصل. سوري، العكس، بنحبه بالثوم. فهوريلك دلوقتي الخلطه مجرد ما الزيت اهو بيسخن. هوريلك كده الريحه نفسها لما تطلع عليكي وتبقى حلوه كده، هي دي التسبيكه المحترمه للمحشي. بصي انا دلوقتي اهو نزلت الخلطه اللي قلتلك عليها، بس بقيت من الخلطه دي بالظبط حوالي معلقه كبيره او معلقتين كبار زي ما تفضلي، بس انا بفضل هي معلقه واحده كفايه. وهوريكي هنعمل بيها ايه. دي بقى التركايه اللي بتخلي محشي ورق العنب خطير بجد، هتنمنيه بالطريقه دي. اول بس ما ريحه الثوم تبدا تطلع هنبدا ننزل عليها الصلصه على طول. وهوريكي برضو هنعملها ازاي. هنقلب بس كده فيها شويه. طبعا انت ممكن تستبدلي زيت الزيتون بسمنه وعليها زيت، بس الافضل حاجه زيت الزيتون بيديلها طعم حلو قوي.
لو انتي مش من مفضلين زيت الزيتون فما فيش مشكله، شيليه خالص، بس انا بفضل لك دايما في المحاشي حطي زيت، زيت زيتون بقى او زيت عافيه عادي، او زي يعني براحتك اللي انتي تحبيه. طبعا هنا انا كنت مفرزنه معاكي طماطم، هبقى اسيب لك اللينك برضو لو حابه اللي تشوفي التفريز بتاعها كان ازاي. بطلعها زي ما هي، المفروض ان انا كنت فككتها شويه بس انا ما كانش معايا وقت، فهحطها زي ما هي كده وهبدا اقلبها حاجه في حاجه كده، هتلاقيها بدات تفك معاكي وهتبقى ممتازه جدا. جربيها وان شاء الله تعجبك. بصوا دلوقتي انا جهزت الحله على طول كده اللي هحط فيها ورق العنب. فيك اللي انتي تشيلي خالص البصل والجزر، انا حطيت يعني شرايح كده من البصل وشرايح من الجزر، بيبقى طعمه الصراحه جميل جدا وبيدي طعم حلو قوي للمحشي. الورق العنب لو انتي مش حباه ده حاجه ترجعلك. ومعايا هنا الليمون اللي انا كنت مفرزناها مع الورق العنب. هنعمل بيها ايه بقى؟ المعلقه اللي انا قلتلك هنشيلها من الثوم والبصل، من قصدي البصل، من الثوم والخلطه يعني اللي احنا كنا عاملينها، سواء بصل او ثوم الاتنين واحد، بس انا بفضلك لو هتعملي الخلطه دي حتى لو بتحبي البصل في المحشي فلا، اعملي ورايا هنا الثوم لان دي مهمه قوي. فصين 3 من الثوم، او لو انتي خدتي معلقه كبيره كده، ومعاها كمان فلفل اخضر عادي، حراق بقى او بارد براحتك. هنعصر عليهم الليمونه كلها، واحط عليها كمان معلقتين من زيت الزيتون، والخلطه دي هقلبها كويس قوي كده واحط عليها كمون، وهوريها لك شكلها تبقى عامل ازاي. لما تسبكت نزلت عليها الرز بتاعها، وبعد ما الرز خد يعني غلوه بسيطه كده مع الصلصه رحت طفيت عليها وحطيت الخضره. انا لغايه دلوقتي لسه ما حطيتش بهارات. خلطه البهارات اللي معايا سهله كده وبسيطه، تقدري طبعا تحطي اللي على مزاجك، ممكن تحطي 7 بهارات بس، وملح وفلفل اسود. انا حطيت بابريكا وكمون وبصل بودره وتوم بودره، وحطيت فلفل اسود وكمون وملح على شطه كده. هبدا انزل عليها كل الخلطه كده من كل حاجه معلقه صغيره، وهقلبها كويس قوي وهرجع لكم برضو دي. كده انا خلطت كل المكونات اللي قلتلك عليها وهقلبها كده كويس قوي، وده هيبقى شكل الخليط بتاعنا كده. هسيبه بقى على جنب، وهبدا احشي بقى الورق العنب. بس الاول لما الخلطه بتاعه المحشي تجهز، انا ممكن دلوقتي بس اشيل العنق كده بتاع الورق العنب عشان يبقى جاهز معايا، واول ما يخلص هوريكي هننزل الرز قد ايه، وطبعا على حسب الكميه اللي معاكي. انا يعتبر معايا كميه صغيره، انتي والكميه طبعا اللي تحبيها. هتجهز معايا وهوريكي كده نلفه ازاي برضو بسرعه كبيره. للاسف الجزء وانا بحشي ما خدتش بالي غير في المونتاج اللي هو ما تصورش، للاسف الكاميرا فصلت. بس انا حشيت كل المحشي بطريقه سهله وبسيطه، ولفتها كانت بسيطه خالص، وفعلا ان شاء الله هنزل لكم فيديو قريب بيها ازاي تلفيه كده المحشي لو عندك كميه كبيره حتى تخلصيها بسرعه جدا. انا هنا حطيت الخلطه اللي انا كنت مجهزاها، وهبدا احط ميه للمحشي يغطي بالظبط اول صباع، او بالظبط نص اول صباع، يعني اول صباع من فوق يبقى متغطي بالميه، يا اما بالظبط النص بتاعه متغطي ميه، ده او ده. الاتنين واحد، والاتنين هيديلك تسوية حلوة جدا وهيبقى مستوي زي الفل. لما تيجي طبعا اول 5 دقايق، من 5 ل10 دقايق اعلي عليه، بعد كده هدي عليه النار اكنك بتسوي الرز العادي. يعني لما بتيجي تسوي الرز اكيد انتي عارفة بتسويه ازاي برضو. بس كده، وممكن تحطي عليه من فوق طبق وممكن لا، انا هسيبه كده ولما يستوي هوريهولك. بصي هو كده اهو استوى وبقى زي الفل. ده اللي اتبقى مني، انا ملحقتش للاسف اصور اكتر من كده لان اتاكل. اتمنى يكون عجبك، ولو عجبك ياريت تعملي لي لايك وسبسكرايب للقناه لو انتي اول مره تشوفيني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.